يم حسين زينب لفت يم حسين لكن قرب عبلها تقل له يا ضوى عيوني يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدائم عرفاتي وأجريت دمع العين في الوجنات وبان الصبر وهايا جت صدادتي رسم دياري قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاتي قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها يا بالصوم والصلوات وأين الأولى شقت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفوا عطاشا في الفرات أي فليتني توفيت فيهم قبل حين
وفاتي يا فاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي. حاضرة فاطمة لو ما حاضرة شوف مصائب الحسين لما تشوفها. أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم سماوات بأرض فلاتي وين اليواسين يا شيعة. اللي يحس بنفسه عنده انتماء للحسين اللي يفكر بهاي الأبيات. وين اليواسين يا شيعة يا شيعة على ابن الذي حزوري. وين اليواسين يا شيعة يا شيعة على حسين ونادوا رضيعة والله وابن والده وابن والده عين الطليعة. منو أبو فاضل جفوفه قطيعة أنا الوالدة والقلب لهفان أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان والله جسمه سليم وما له جفان ولعبت عليه الخيل بيدوان. نداء إلى فاطمة يقولون زينب سلام الله عليها بيوم العاشر من المحرم خرجت ووقفت وين إلى جانب الجسد شافت جسد الحسين مثلوا به تمثيل أدارت وجهها وين إلى المدينة. يا فاطمة يا فاطمة يا بدر البدور يا فاطمة يا بدر البدور يما جيب صدر لابنك وكافور. اي بارك الله ماجورين عمي هنيا. يا فاطمة يا فاطمة يا بدر البدور والله جيب صدر لابنك وكافور. وين النبي توجهت؟ إلى وادي الغري إلى أمير المؤمنين. صاحت أبا الغوث أبا الغوث أغثني يا علي تعالوا تعالوا لابنكم غسلوا. رايحة نسبية عادة غسلوا بويا والجفن وياكم تجيبوا. والله جيبوا قطل الجرح شدوا.
يا ويلي يا ويلي أي تعالوا لابنكم غسلوا والجفن وياكم جيبوا قطن للجريح شدون ترى جروحه كثيرة ولا تلجون ويلي ويلي قل له ضلع واحد يا علي وادحل يا علي يا ضلع واحد وهد حيلك جاضلوع حسين شسوي كل نايم نايم اخوي شلون نايم نايم اخوي شلون ناما وحر الشمس غير رسومه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم نبينا خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على آل محمد. يتساءل البعض أنه الباري عز وجل في هذه الآية يتكلم عن قضية الإيمان بالله عز وجل والعبادة المطلقة العبادة الخالصة. يريد أن يبين للبشرية بأنه من يعبد الله عز وجل أن لا يشرك بعبادته شيئا ولا يستعين بشيء لغير الله عز وجل. ويتصور البعض ترى أنه ما يشرك بعبادته شيئا، يتصور أنه والله يخلي رب ثاني مع الله والعياذ بالله، أو أنه يضع شريكا في عبادته لله. حتى في قضية التوكل، حتى في قضية الرزق،
حتى في قضية أي مشروع يريد أن يقوم به الإنسان في حياته الاجتماعية، تأسيس مثلا بيت زوجية، عمل آخر، تجارة إلى آخره، لابد أن يكون الله عز وجل المستعان في كل شيء. يعني لا تستعين بغير الله. ليش؟ لأن من استعان بغير الله ذل. الله عز وجل في الآية الكريمة يتحدث عن قضية العبادة المطلقة. ما يريد رب العالمين أن تضع شريكا له في العبادة. ليش خلى قضية الوالدين مع قضية العبادة؟ وقضى ربك، الله أمر وحتم هذا الشيء وقضي هذا الشيء بأن العبادة لله عز وجل. وبالوالدين إحسانا. هسه أنا أسألك سؤال، أنت إذا تقرأ القرآن من أوله لآخره تلقى آية بالقرآن الكريم الله عز وجل يوصي مثلا الآباء والأمهات بأولادهم وببناتهم، لو دائما يوصي الأولاد بالآباء والأمهات. ووصينا الإنسان فوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الله ما يفرق بين الأب والأم. الكلام مو موجه للشباب، مو موجه إلى سن 15 سنة وال20 سنة وال25 سنة واللي بس عنده أم وأب، لا، وإنما موجه حتى للكبار. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العاق لوالديه ليس في حياتهما فقط وإنما في مماتهما. هسه قد واحد يسأل يقول شلون واحد يعق أبوه وأمه وهم ميتين؟ بدنا نعرف العقوق في الحياة. ومن أهم المسائل في هذه البلدان الغير إسلامية يجب أن ينتبه الإنسان إلى معاملته مع أبيه. يجب أن ينتبه الإنسان بمعاملته مع أمه، وهكذا البنت. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو افترضنا أن الإنسان يخلي شريك والعياذ بالله مع الله، وين يكون مصيره؟ يكون مصيره إلى نار جهنم. أكو غير هالمصير هذا؟ ماكو غير هالمصير. فيريد الله عز وجل يبين للناس بأنه الذي يبر بوالديه كإنما عبد الله عبادة مطلقة ومخلصة، والذي يعق والديه كإنما أشرك بالله. ولذلك تشوف أكو رواية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد بين جمع من المسلمين قال لهم يا معشر المسلمين إن الله عز وجل أراح الجنة بريحة، يعني خلى الجنة عطر، ورائحة الجنة يستطيع الإنسان أن يشم رائحة الجنة من بعد 500 عام، مسافة 500 عام يشم ريحة الجنة. هذول يقول أكو 3 لا يشمون رائحة الجنة، 3 بالمجتمع ما يشمون رائحة الجنة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولا العاق لوالديه. أنت شايف المصيبة أنه في مجتمعاتنا الإسلامية إحنا رب العالمين أصبحوا بعض البنات بعض الأبناء للأسف يتطاولون على آبائهم وعلى أمهاتهم حتى بالضرب. الغريب كل الغريب تلقى في دولة إسلامية تنتمي إلى الأنبياء وإلى أهل البيت وبها دور مثلا للعجزة، تشوف مسلم ما أعرف شنو هالأخلاق الإسلامية اللي يحملها، ولما يوصل أبوه إلى عمر 70 و80 سنة يجيبه يذبه في دور العجزة. صايرة هاي، لكن هو ما يشعر في يوم من الأيام من يكبر ابنه وهو يشيب ويكبر ويوصل المرحلة مثل ما وصل أبوه وأمه، يجيبونه الله وكيله يجيبونه بنفس المكان.
من عق أبواه عقوه أولاده. اليوم تعق أمك ابنك يعقك، البنت تعق أبوها تعق أمها، في يوم من الأيام تتزوج الله يرزقها بأولاد يعقونها. بذاك الوقت تتذكر. وأتمنى هاي الأطفال لو تسكتونهم لو تفرقونهم. فالقضية أن الإنسان يعمل خير يجد خير، يعمل سيء يجد سيء. أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يقول هسه يكبرون، كل واحد يوصل مرحلة الكبر، يتقدم الأب بالسن، تتقدم الأم بالسن، فالله عز وجل يقول عاملهم مثل ما كانوا يعاملوك وأنت لما كنت صغير. احنا بالقنوت شو نقول؟ اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. احنا نشوف عندنا فد مسألة انه الشاب اذا عدفت قضية فد امر متعلق ويقعد الصبح ويريد يتوجه الى عمله، وين يروح؟ يروح للأم. هذا الشاب المؤمن، الشاب الصالح، يجي يسلم على امه، يقبل ايدها يقول لها اماه انا طالع اليوم عندي فد عمل فلاني واريد تدعي لي لان دعاء الام عند الله مستجاب. يجي مثلا الى ابوه يقبل الصبح يقبل ايده يقول له حجي انا عندي فد امر متعلق، امر مثلا متوقف واريد الله عز وجل يسهل علي اموري، وانت اب واريد من عندك ان تدعو لي عند الله. ليش؟ لان دعاء الاب مستجاب. ولذلك تشوف الامام الحسين سلام الله عليه، اخواني اللهم عجل ولي امرك القائم المؤمل يا الله. صل على محمد وآل محمد. المعذرة سماحة السيد، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. حضروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. بيوم العاشر من المحرم علي الأكبر لما برز إلى القوم، وليلى وين تباوع في وجه الحسين من اصفر لون وجه الحسين. شنو قالت له؟ قالت له أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه بكر بن غانم، هذا بطل يعد بألف فارس. قالت ماذا أصنع؟ قال ادخلي إلى الخيمة فإن جدي يقول إن دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. هسه قطعا إذا الدعاء بحق الولد مستجاب، يعني إذا دعت عليك أمك لا سمح الله بالباطل يعني هم الله يستجاب. فاحذروا احذر كل الحذر. ذول ثلاثة يقول النبي نرجع إلى الرواية لا يشمون رائحة الجنة ومن بعد مسافة 500 عام. العاق لوالديه وآكل مال اليتيم وشارب الخمر والعياذ بالله. وأكو قسم من الرواة يقول لا، الذي يأخذ المال بالربا. لازم يكون الإنسان على حذر من هاي الأمور الثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس العاق لوالديه في حياتهما وإنما العاق لوالديه حتى في مماتهما. شلون؟ بس الأب تنتهي وظيفته من الدنيا يموت، الأم تنتهي وظيفتها من الدنيا تموت ترحل إلى عالم ثاني. لكن شلون يصير عاق للأب بعد موته؟ شلون يصير عاق للأم بعد موتها؟ شلون البنية تصير عاقة لأمها بعد موتها؟ وشلون الولد يصير عاق لأمه بعد موتها؟ هنا حديث النبي يقول ولد صالح يدعو له. إذا مثلا في المجتمع تخلف لك واحد من أولادك وما مربي تربية إسلامية أو أعوج والعياذ بالله، ما يصلي ما يصوم ما يخمس ما يزكي، ما عنده أخلاق إسلامية، ما عنده أدب، يتعامل بالفواحش والعياذ بالله، لا يكترث للحرام ولا للحلال، هذا يصبح عاق لوالديه. لأن الأب يريد ابنه يكون نموذج مسلم صالح في المجتمع. الأم تريد تكون بدها نموذج صالح في المجتمع،
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مو بنائك يعني أكو فالدور كبير ملقى على عاتق الأم. احنا يطلع مثلا جنابه من الصبح لليل في العمل، لكن ما يدري انه اكو امرأة التي تحافظ على اولاده، اكو امرأة التي تحافظ على بناتها، على شرفها، على عفتهن. هذا يكون تشكر المرأة. هاي المرأة كنت تحمد لأن وظيفتها بالبيت جاي تأديها بطريقة صحيحة. والواجب على الأبناء والبنات أن يحترموا الآباء والأمهات. هذا واحد أروي لك القصة. يقولون دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم على النبي، استقر به المجلس، قال له: يا رسول الله أنا عندي سؤال. قال له: تفضل. قال له: أنا عندي وأمي امرأة كبيرة وما عندها قدرة على السير، وأنا أسألك سؤال يا رسول الله، الأم مش قد تهتم بأولادها؟ مش قد تهتم بالبنات؟ قال له: يعني من يوم اللي ينولدون مثلا خلينا نقول إلى سن العاشرة، بعد يصير عنده إمكانية أنه يسبح، يغسل نفسه، يرتب فراشه، يلبس ملابسه، يأكل بيده. لكن هذا السن من أول يوم إلى مثلا 10 سنوات 15 سنة، هذا الدور منو يقوم به؟ يقوم به الأب. هذا الدور منو يقوم به؟ تقوم به الأم. فيقول للنبي، يقول له: إذا الأم تهتم بولدها على سبيل المثال 10 سنوات أو 15 سنة، أنا أمي صار لها أكثر من 15 سنة مقعدة لا تستطيع أن تسير، وأنا أحملها أخليها على كتفي لمدة 15 سنة، وأتي بها ماشيا إلى بيت الله، إلى مكة المكرمة، أغسلها، أغير ثيابها، أطبخ لها الطعام، أفرش لها الفراش، أجالسها بالليل أضحكها. هل وفيت يا رسول الله حق الأم؟ أنا وفيت؟ العمل اللي كانت تسوي لي وأنا صغير وفيت به؟ يقولون: أطرق برأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع رأسه ونظر إليه، قال: والله إنك لا توفي طلق من طلقات تلك الليل. أي نعم، وحسبالك شغلة هينة. والله وديت أمي للحج، والله اشتريت لها بيت، والله خليت لها المبلغ الفلاني. لا، الأم ما محتاجة هذا الشيء. الأم محتاجة ولد يبر بها، محتاجة ولد اللي يوقف لها بأيام الشدة، بأيام المرض، أيام الوحدة، لما تكون متقدمة بالسن. وتشوف مثلا احنا عندنا اكو بعض العوائل، اكو بعض الأسر أمهات يعني مهملات للأسف. هاي الأم اللي ضحت وانكسر ظهرها على مود أولادها وبناتها، هاي اللي كانت تجوع حتى يشبعون أولادها، واللي كانت تبرد حتى يدفون أولادها، واللي كانت تلبس ملابس رثة حتى يطلعون أولادها وبناتها بمظهر جيد. شنو اللي تستاهله من الأبناء؟ شنو اللي تستاهله من البنات؟ تعرف حتى عندنا احنا في أحاديث أهل البيت، في وصايا أهل البيت الأنبياء، يقول: حدة النظر حرام. إذا أبوك أو أمك يحشون وياك وتخنزر عليهم، هاي النظرة إذا بها حدة الله يحاسبك عليها في يوم القيامة. ويصير لك في يوم من الأيام ولد أو بنت هم يسوون بيك مثل ما سويت لأبوك وأمك. ومعروفة هاي القصة، ما تخفى عليكم. يقولون واحد يمشي بالسوق، وشاف له شاب يركض ورا شايب، رجل كبير بالسن، وشاب يركض وراه. هذا الرجل تعب، ما عنده إمكانية يستمر، من تعب وقف الشاب، أخذ يضرب به ضربا مبرحا. هذا انكسر قلبه اللي باوع. اجى لزمه قال له: مو انت شاب قوي وبعدك بحيلك وعندك طاقه وحيويه، وهذا رجل كبير، ليش الضربه؟ يقولون الرجل الكبير قال له: اتركه. قال له: ليش؟ ما انا جيت انقذك اساعدك. قال له: لا، مو انا وصلت ابوي لهذا المكان، بهذا المكان وصلته وضربته، خليني اخذ جزائي في الدنيا احسن. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يستعرض هاي الآية الكريمة، يستعرض شرح هاي، أنا أدري هسه قد واحد يصفى يقول: إحنا وين رايحين؟
هاي الأم، عظمة الأم. لا، أنت المفروض تعرف هالمعنى هذا من حديث بسيط: الجنة تحت أقدام. المفروض هذا يكفيك. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يمر بهذه الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول الإمام سلام الله عليه: لو أن الله يجد كلمة تدل على معنى أقل من معنى كلمة أف لوضعها في الآية، لكن ما هو. ليش؟ لأنه الأم عظيمة عند الله، الأب عظيم عند الله. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى لو الأب مثلا يقابلك بالشيء لازم تقابله بالإحسان. يغلظ عليك بالكلام لازم يكون كلامك أنت كريم وياه، لازم يكون كلامك كريم ويا الأم. وخصوصا ذولي شبابنا اللي واصلين العمر 15 سنة و16 سنة و17 سنة، نصيحة: لأن باكر تتزوج وتأسس أسرة وبين زوجية ويكون عندك أولاد، كل ما يكون تعاملك مع أمك تعامل جيد تحصلها ترى باكر في يوم من الأيام. كل ما يكون تعامل البنت مع أمها تعامل قرآني يعني بالأخلاق بالحسنى، تلقى بالمستقبل عند أولادها. وشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ليس اليتيم يتيم الأب والأم، وإنما اليتيم يتيم العلم والأدب. كن مؤدب، كن مؤدب مع أبيك، كن مؤدب مع الأم، لا تخالفهم في أي أمر أبدا. حتى لو يقول لك الأب لا تصلي، افترضنا مثلا أب مو صالح، الله عز وجل خلينا نقول ابتلى إنسان بأب عاصي، خلينا نقول ابتلى الأولاد بأم عاصية، مو مؤمنين مو مسلمين، ويجي يقول لك لا تعبد الله، لا تصلي، لا تصوم، قدامه لا تسوي، اسمع كلامه اطيعه، لكن لما تخلو بنفسك لا، افعل ما شئت، لكن قدامه المفروض تسمع كلامه. حتى عندنا بالمسائل الفقهية، إذا مثلا أبوك أمرك بشيء، أبوك قال لك مثلا سوي هذا العمل، والأم قالت لك لا تسوي هذا العمل، الله عز وجل تكليفك الشرعي ما يصير تسمع لواحد منهم وتعصي الآخر، ما يصير تقول للأم والله أبوي وصاني، وما يصير هم تقول للأب والله أمي نهني، لا، المفروض أن توفق بين الطرفين. يجي واحد للنبي في غزواته مع المشركين، يدخل على النبي، سلم على النبي، رد عليه السلام، شاف الرسول كئيب حزين، قال له: الذي يطلب ما تطلب ما يكتئب، أنت جاي تجاهد وأنت رايح إلى ربك، الشيء اللي يطلبه ليش أنت حزين، ليش كئيب؟ قال له: يا رسول الله أنت تعلم بأن أبي وأمي على دين النصارى وأنا مسلم لكم وبيكم. قال له: إيه؟ قال له: من طلعت من البيت خلفت أمي وأبي يبكيان علي، ابن رايح للجهاد ما يعرفون يرجع ما يرجع سالم، وخصوصا داخل الدين، هذا الدين هم ما يدينون به، ما يعترفون به. التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أريد أوصل لك فد معلومة يعني، التفت إلى هذا الشاب قال له: اذهب وارجع إلى أمك وأبيك، فوالله إن أنسهما بك ساعة لأفضل من جهادك مع رسول الله. ارجع طيب خاطرهم، ارجع ضحكهم، انشر البسمة على وجوههم، ما تطلع من البيت وانت والأم غاضبة، ما تطلع من البيت وتخلي دمعتها بعينها، ما تطلع من البيت وتحسس أبوك أنه بعد ما إلى أي مسؤولية بالبيت وما إلى أي مسؤولية عليك. والله صرت عمرك 16 17 سنة وصاحب مسؤولية وما تريد بعد واحد يتحكم بحركتك ولا بتصرفاتك ولا بطلعتك ولا بجيتك. والله تزوجت وصار عندي زوجة
ولازم ما أهان قدام زوجتي، باكر يصيرون عندي أولاد، المفروض أنا يصير لي خصوصية. صحيح هذا كله صح، لكن مو بالشكل هذا. هي أم وهذا الأب ما يستحقون منك، ما يستاهلون منك هذا اللي أنت تسويه. خصوصا هذه الليلة ونحن في ذكرى استشهاد أصحاب الحسين سلام الله عليهم. شوف الطاعة، طاعة أصحاب الحسين للحسين عليه السلام، مو دور أمك وأبوك. يقول إجاهم الحسين سلام الله عليه لأنه ذيك الليلة العاشر من المحرم ما تسمع لهم صوت، لهم دوي كدوي النحل، قراءة القرآن، أدعية، الإكثار من الصلاة، التوجه إلى الله عز وجل. إجاهم الحسين عليه السلام قال لهم إن القوم يطلبوني وليس لهم شغل معكم. أنا القوم يردوني، ما عندهم شغل بشخص آخر، ما يردون واحد من الأنصار، ما يردون حتى واحد من إخوة الحسين. الحسين يكفيهم. فقال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. كل واحد يخلي إيده بإيد صاحبه ويروح يتكل على الله، يروح البيت. يقوم له واحد يقول له يا ابن رسول الله والله لو قطعت بالسيوف 1000 مرة وأحرقت 1000 مرة وأذريت في الهواء 1000 مرة لما فارقتكم حتى تختلط هذا الدم بدمائكم. هذا واحد من عندهم مثلا، أنا أضرب لك مثل. تشوف طاعتهم للحسين عليه السلام. زينب سلام الله عليها مواقف عندها كثيرة، والأمرأة مواقفها حقيقة تبكي. أنت ما يعني شايف عندك عائلة وعندك أم وعندك زوجة وعندك أخت متغرب وشايف لوعة الوداع وغيرها والفراق. زينب بيوم العاشر مصباح يوم العاشر يقولون اجت للحسين، واكو بعض الرواة يقولون لا ليلة العاشر بالليل اجت للحسين سلام الله عليه. قالت له ابو علي اختبرت اصحابك ذولي باكر ينصرونك يوقفون ويانا يدبون عنا يحامونا لو ما يحامونا. قالها لا اخي زينب ذولي مستعدين للموت، ذولي يعرفون حقنا. ولذلك في يوم العاشر من المحرم حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه، مسلم ابن عوسجة، الحر الرياحي، برير، كل أصحاب الإمام الحسين راحوا الحبيب باعتباره هو كبير بالسن. مسلم ابن عوسجة قال له عم يا حبيب روح للحسين وشوف الحسين سلام الله عليه شنو يقول، من الذي يحمل أولا نحن أم بني هاشم؟ يلتفت حبيب إلهم يقول لهم شنو رأيكم أنتم؟ شنو تفضلوا؟ قالوا لا والله احنا نفضل أن نموت أمام الحسين وقبل أهل بيته. لازم احنا ندافع عن الحسين قبل العباس وقبل علي الأكبر وقبل القاسم وقبل عبد الله وقبل عون. هذا الموقف قالوا له ما ينسي، لازم نسجل موقف عند النبي، نسجل موقف عند فاطمة، نسجل موقف عند أمير المؤمنين، نسجل موقف عند الحسن. هسه احنا نحرم ارواحنا من هالموقف هذا لما نحرم ارواحنا. هذا اللي يبكي. الامام الصادق سلام الله عليه في روايه يقول من بكى او من ابكى على الحسين، يعني واحد يبكي او يبكي له واحد على الحسين. هسه ناعي يقرا قصيده، يقرا مصيبه، محاضر، يجيب له روايه، يبكي هو يبكي غيره، كان حق على الله ان يكتب له الجنه. بس من تبكي على الحسين، مو تبكي على الحسين والله لأنه كسر خاطرك وقتلوه هذا ابن رسول الله، لا، المفروض تعي أهداف الحسين. لازم تعرف الحسين لماذا قتل، ولازم تعرف الهدف اللي تقدم من أجله الحسين، الهدف السامي. من هالباب هذا، من هالمنطلق إذا عرفت الحسين وأهل بيت الحسين لا وذاك الوقت بكيت، لا الله عز وجل يكتب لك الجنة، لأنه تعرف شنو معنى إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني أو يا سيوف قطعيني.
فذول أصحاب الحسين سلام الله عليهم تقدموا إلى المنية أمام الحسين الواحد بعد الواحد، والحسين ينظر عليه السلام كلما وقع منهم قتيلا شهيدا على الأرض يجي الحسين يخلي خده على خده، يمسح الدم عنه، يمسح التراب عنه. وذول أصحاب الحسين يلتفت يشوف أبو علي على راسه ريحانة رسول الله، يفرح بينه وبين نفسه في داخله، يقول من مثلي وابن رسول الله واضعا خده على خدي. هذا واحد ما عندهم مثلا مكيف رغم الجراحات اللي بيه، ورغم نزف الدم، ورغم انه مفارق الحياة اللي ما عند الانسان اغلى من عندها ولا احب الى قلبه منها، لكن تشوف. ومسلم ابن عوسجة لما سقط يقولون اجى الحسين واجى حبيب بن مظاهر يتمشى وياه، والتفت حبيب بن مظاهر للحسين شافه يمشي ودموعه جارية على خده، استبشر حبيب، قال الله يعني اللي يطيح من عندنا الحسين يبكي عليه. إلى أين يقول وصلنا وين؟ إلى مسلم ابن عوسجة كان به رمق من الحياة، يقول أشوف الحسين مد إيده على ظهره، خلى إيده على خاصرته وقعد يم مسلم وظل يمسح على راسه. حبيب بن مظاهر يقول أنا أكفت كلام في قلبي، بقلبي أكو كلام أريد أقوله، أريد أحكيه ويا مسلم. قلت له يا مسلم والله لو أني أعلم ما راح ألحقك على الشهادة كان سألتك يا مسلم. قال له اسألني، قال له خاف عندك وصية، خاف تريد توصي عيالك أولادك، لكن شنو الفائدة؟ أنا هم على الأثر. هنا مسلم بن عوسجة يقولون دمعت عيناه وسالت دموعه على خديه، والتفت إلى حبيب قال يا حبيب عندي وصية. قال له وصيني، والله لأنعمنك عيني. حبيب أوصيكم بهذا الغريب. يقولوا أشار للحسين، حبيبي يقول مت مالك نفسك، قربت يا بن ظاهر منيتي وما وصيت بعيالي وبيتي، قربت يا بن ظاهر منيتي وما وصيت بعيالي أو بيتي، بالحسين وعياله وصيتي، أوصيك بالحسين عيال الحسين، ما وصيك بعيالي أو بيتي، أوصيك بحسين وعياله وصيتي. يقول ثم قام الحسين عليه السلام يكفف دموعه بمنديل له وينظر إلى أصحابه وهم مجزرين على رمضاء كربلاء إلى أن قتلوا إلى آخرهم، ما بقى ولا واحد من أصحابه. تقول زينب خرج الحسين من خيمته نظر إلى أصحابه صاح بصوت عالي حبيبي حبيب حبيبي يا بريد، حبيبي يا مسلم مالي يناديكم فلا تجيبونني. عاد نائجة دور الحوراء زينب تقول له خويا يا ابو علي يا ابو
قامك على الغبرة مطاعي. كسر خاطرها الحسين زينب، وهي هم خافت شوية لأنه الأصحاب خلصوا ما بقى واحد والمعركة قريبة. خويا الله يعينك مالك معين، وقامك على الغبرة مطاعي. أنا أنا جيب المرتضى منير، والله فزع الفرد فزع على حسين. خويا يا ابو علي يا ابن امي. قولي زينب شنو تردين؟ ليش انت حزينه؟ تقول له خويا وصبنا قبل ترحلون. ما بقى شيء ابو علي، انا خايف على النساء على النساء. خويا وصوبنا قبل ترحلون، وقبل على الغبرة تنامون. يا حسين يا حسين من تنور العيون، ويا حرمة غريبة لا تقطعون. وصيت من يا حسين بينا ولا هجمة الغار علينا. خويا حريم وغرب شنو حجينا. شاوين والله شاوين وحدك يا مسكين. هذا موقف. الموقف الثاني شلون؟ لما جلنا الليل على زينب بكت وحيدة فريدة تلتفت يمينا شمالا، تقول له خويا جلي الوانا بغير والي. خويا جلي الوانا بغير والي، ابكي وحال الضيم حالي. يا ابو علي يا ابو علي اي من اذكر هلي وذيك الليالي. الليالي تظل دمعتي بخد تلالي. يا ويلي ودمعة تقل دمعة عالي. وين راحت؟ قامت من جسد الحسين عليه السلام واتجهت وين؟ إلى أبي الفضل العباس. تقول له يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني. يا عباس ما انت اللي جبتني، وبيدك يا خويا ركبتني. خويا بس ما رحيت عني وعفتني. عداكم يا ابو الشيمة ولدني، وكأني لها بالجواب خويا تعتبي يا زينب علي. انا وين راسي وين يدي. لو عدى ديال ابو فاضل ما يقصر عن الحوراء زينب مو. خويا انا وين راسي وين يدي. عتبي ومن يلومك من تعتبي. أبيات الدعاء إذا عندك حاجة توجه هسه بهاي الأبيات. خويا من طيبة جيت ويامك وانت اللي جبتني.
اسمع خويا ما تنعاف عدنا نعفتني والله انا بشربك لا تقول مدري. لا تتعدى ابو علي ابو الغيره. خويا انا بشربك لا تقول مدري والله ويا من ريت ذباحك ذبحني. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويدا قلبي نيرانا. سمعت السيد فضل الدعاء جناب الشيخ فضل الدعاء. إلهي وسيدي ومولاي نقسم عليك بمحمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن والحسين. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا الله. اللهم من كان طالب حاجة في مجلسنا لا تفرق بينهم حتى تقضي حوائجهم. شافي مرضاهم فردا فردا. اللهم ارجع كل غريب إلى وطنه سالما غانما يا الله يا الله يا الله يا الله. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى نقرأ الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 إلهي وسيدي ومولاي اكشف البلاء والسوء عنا يا الله. اللهم تقبل أعمالهم بحسن قبولك يا الله. اللهم اجعل لنا قدم صدق عند الحسين يوم الهود يا الله. احشرنا مع محمد وآل محمد يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح أمواتكم جميعا بالخصوص إلى المؤسسين. رحم الله من يقرأ ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أم حسين زينب لفت يا